السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج حشوات اللي اقتصادية سهلة كتجي لذيذة بزاف. حشوة باردة وحشوة ديال الساندويتشات اللي غادي نعمر بها البطبوط اللي كنت فايت ليا شاركته معكم من قبل في القناة. فكنتمنى ان الوصفة ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من لايكاتكم وخليكم معايا باش تشوفوا الوصفة والطريقة ديال التحضير. وفي واحد المقله كندير شوية ديال الزيت، وغادي نزيد واحد الحبه ديال البصله اللي صغيره، ومن بعد ما كنشحرها هكا مزيان حتى كتدبال كنزيد عليها الصدر ديال الدجاج اولا ديال اللدن اللي قطعته بحال هكذا مربعات اللي صغيره. ومن بعد كنعاود نرجعو كيتشحر. العافيه كتكون مجهده باش هكذا الدجاج اولا اللدن ما كيطلقش لينا هكا الماء وكيبسل. صافي كتشحرو هكذا مزيان مزيان. صافي هنايا من بعد ما كيعاود يتشحر للمره الثانيه غادي نزيدو العطريه. هنا بالنسبه للعطريه انا درت غير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال البودره ديال الثوم، شويه ديال الخرقوم ونص معلقه صغيره ديال لاموطارد. كنعاود نخلط هاد العناصر ديالي مزيان وكنردو فوق البوطه كيعاود يتشحر غير واحد جوج دقائق باش كيشرب لنا ديك العطريه. صافي من بعد كنخليه كيبرد جانبا. وهنايا عندي بطاطا قطعتها مربعات اللي صغيره بحال هكا، زدت عليها شويه ديال الملحه شويه ديال الزيت ودخلتها للفران اللي كيكون سخون من قبل. كنشعل عليها العافيه غير من الفوق غير شويه، والا كانت بطاطا فريت راه دغيا كتحمر جات مقرمشه ولذيذه. بغيتو تقليوها لكم كامل الاختيار، انا كنفضل انني كندخلها الفران غير كتدخلها مباشره تحت من العافيه باش هكا دغيا دغيا كتحمر، ماشي كديروها في الوسط وانما كتدخلها في الطبقه الاخرى وكتشعلوا غير العافيه اللي من الفوق. صافي هنايا عندي داك الدجاج اللي شحرنا، وعندي الخص اللي غسلته بالماء مع الخل وقسمته هكا على النص، وجبت داك البطبوط اللي صوبنا على شكل ساندويتشات وبديت كنعمرهم بحال هكا. كنحلو داك البطبوط كنزيد كندير واحد الطرف هكا ديال الخص، كنزيد شويه ديال داك الدجاج اولا لدن نتوما كديروا اللي متوفر عندكم. ومن بعد كنزيد حتى واحد شويه ديال ديك البطاطا، ومن بعد كنزيد واحد المربع ديال داك ديال فورماج عفوا ديال الساندويتشات كنقسمو الى نصفين، وكنزيد نص في كل حبه ديال ساندويتش كنزيد فيها النص ديال داك الفورماج. ها هو كنزيدو هنايا اختياري الا بغيتو ديروه بطبيعه الحال، الا ما بغيتوش تقدروا ما ديروش. المهم هاد الساندويتشات كيجيو لذاذ بزاف، تقدروا هكا حتى تبريسيو هكا في البانيني يجيو بحال الشكل ديال البانيني. المهم هاد البطبوط غادي تلقاو الوصفه ديالو في القناه، راني يلاه حطيت غير البارح اللي حاطه لا فيديو. كيجي واحد البطبوط هانتوما كتشوفوا كيجي بطبوط منفوخ ومهوي هكا من الداخل. فكنتمنى انكم تجربوه، وحتى هاد الحشوه راه كتجي لذيذه بزاف. انا صراحه كنفضل هاد الحشوات اللي كيكونوا بحال هكا على الحشوات اللي كيكونوا باردين. من بعد دابا نشارك معكم الحشوه اللي كتكون بارده. صافي كنكملوا بهذه الطريقه حتى كنكملوا كاع ديك الخبيزات هكايا اللي عندنا. وبالنسبه للكميه اللي كتبقى لكم، لان انا العجينه اللي عطيتكم تقريبا كتعطيكم 12 حبه من بحال هذا الشكل، بالنسبه للكميه اللي بقات لكم راه كتحتفظوا بها في المجمد حتى كتبغوا تعمروها وكتخرجوها. ما بالعكس كيجي بحال عاد يلاه طيبتو غير كتخليوه كيبرد غير واحد شويه كدوروه كتلويه هكا في السلوفان وكتدخلوه للمجمد. من بعد جبت واحد الحبه ديال الخيزو، حتى هي كنحكوها هكا شويه بالعرض باش هكذا ما كتجيناش دوك الطرف ديالها كبار، يعني كتحكوها هكا بالعرض وكتحاول انكم تحكوا غير ديك الجهه اللي كتكون هكا حمراء. المهم حبه ديال الخيزو ما طايباش. صافي كنديروا حبه ثانيه ديال الخيزو. وهنايا غادي نزيد عليها جوج حبات ديال البيض اللي سلقتهم مع شويه ديال الملحه وخليتهم حتى بردوا باش هكذا كيجيكم ساهلين فاش كتحكم هكايا. كنزيد جوج حبات ديال البيض.
وعندي هنايا المكور اولا الملفوف، الا بغيتو الا ما كيعجبكمش ممكن انكم ما ديروش، كتقطعوها كطريفات صغار. وعندي طوماط سوريز حتى هي قطعتها طريفات صغار وعصرت لها داك الماء اللي كيكون فيها. عندي الخس اللي حتى هو قطعته هكايا طريفات صغار. عندي واحد العلبه ديال الطون، عندي انا هذا الطون اللي بالماء، صفيته من داك الماء مزيان وزدته على الحشوه ديالنا. وهنايا بالنسبه للشرموله درت غير شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار اللي تقدروا نتوما تعوضوهم بالمايونيز. لا بغيتو تزيدوا هكايا المايونيز كتزيدوا. انا فضلت انني ندير غير شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار صافي. وكنخلط هاد المكونات ديالنا مزيان. ممكن انكم تقطعوا بحال هكا فورماج مربعات تزيدوه للحشوه ديالكم، تقدروا انكم تزيدوا ليها المايس، تقدروا تزيدوا بحال هكا الزيتون. المهم الحشوه البارده راه كيبقى لكم كامل الاختيار، كديروا الحوايج اللي كيعجبوكم والحوايج اللي متوفرين عندكم. صافي هنا من بعد ما كنخلطوا هاد الحشوه ديالنا مزيان كنجيب داك البطبوط اللي فايت ليا شاركته معكم من قبل، اللي هو هاد اللي كيجي على هاد الشكل ديال المثلثات. هاد الشكل صراحه كيجي ساهل وكيجي حتى زوين في الشكل ديالو. وكنبداو نعمروهم بهاد الطريقه. من الاحسن بحال هكا بحال هاد الحشوات البارده ما كتعمروهم حتى كتبغيو تقدموهم. صافي هنا كنكمل الكميه كامله اللي عندو. حتى بالنسبه لهاد البطبوط راه نفس الطريقه، الا بغيتو تحتفظوا به في المجمد تقدروا تحتفظوا به في المجمد. والبنات اللي كيسولون واش نقدروا نعمرهم بحال هكا بالحشوه ونحتفظوا بهم في المجمد، ما انا الصراحه ما كنجمدش بحال هكا الماكله، لان اصلا عندنا البيض وبطاطا يلا طيبناهم، ما يمكنش انك تعاودي تجمديهم. فمن الاحسن هي حشوه راه كتجي ساهله دغيا دغيا. ممكن انكم كاع تسلقوا بطاطا من قبل والبيض من قبل وتخليهم هكا في الثلاجه، وفاش كتبغوا تصاوبوهم دغيا دغيا كتقطعوا داكشي وكتعمروا البطبوط ديالكم. وهي بالنسبه للبطبوط راه كتقدروا تحتفظوا به في الفريغو، ما كيطرى ليه حتى شي حاجه، بالعكس كيبقى كما هو، غير تسناوه حتى كيبرد واحد شويه وكتلويوه هكا في السلوفان وكتخليوه في المجمد. اما بالنسبه للحشوه راه ساهله دغيا كتوجدوها. فهذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان الوصفات او الحشوات اللي شاركت معكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. جربوهم وكتبوا لي في التعليق كيفاش جاوكم. ما بقى لي غير نقول لكم بصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.